مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر تلتقي بسكان بغلة واندلال ولابا. الاحتفال بالذكرى 48 لتحرير مدينة الصمود نقفة. مدارس صنعاء تنظم أسبوع الثقافة والرياضة. الصين تعارض فرض رسوم جمركية جديدة على فنزويلا. انطلاق مناورات عسكرية مشتركة أمريكية فلبينية. بيونغ يانغ تحذر من رد ساحق بعد مناورات سيول وواشنطن وطوكيو البحرية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقدت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة اجتماعات مع سكان ضاحية بغلة واندلال ولابا التابعة لمديرية نقفة بالتركيز على برامج التنمية والصمود المتكاملة في الفترة من 20 وحتى 24 من مارس، وأوضحت أن جهود الحكومة ستستمر هذا العام بالتركيز على المناطق النائية، مشيرة إلى تنفيذ برامج تنموية واسعة النطاق للحفاظ على التربة والمياه، إلى جانب بناء خزانات المياه الكبيرة والصغيرة، مشيدة بتحقيق المديرية لنتائج جديرة بالثناء. وأضافت أنه يتم هذا العام تنفيذ أعمال المسح لبناء خزانات المياه الصغيرة والكبيرة في إدارات ضواحي بغلة واندلال ولابا وماريت ومعو، مع حملات تشجير واسعة ضمن أنشطة الحفاظ على المياه وصيانة التربة. ووجه الأهالي الشكر للحاكمة على زيارتها للمنطقة، وحث المؤسسات الحكومية المعنية على توسيع تغطية نطاق الهاتف المحمول والعمل بجدية للتخفيف من مشاكل الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه قامت السيدة أسمرت بزيارة سد صبرا، والذي اكتملت عملية بنائه بنسبة 70% ليساهم في تطوير البساتين وضمان إمدادات المياه للمواطنين والماشية. كما تفقدت الطريق الترابي المؤدي إلى جبل دندن ومحمية نقفة واستاد نقفة الذي يوجد على قيد الإنشاء. تم الاحتفال في 23 من مارس بالذكرى 48 لتحرير مدينة الصمود نقفة، والتي حررت في 23 من مارس عام 1977 من براثن المستعمر الأثيوبي بعد حصار دام ل6 أشهر وخوض معارك طاحنة، حيث لم يتمكن العدو استعادتها مجددا بعد التحرير. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية نقفة السيد محمد علي شلع في المناسبة التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والأعيان ومسؤولي الاتحادات الوطنية، أوضح أن ذكرى تحرير مدينة نقفة يتم الاحتفال بها بفخر واعتزاز باعتبارها تاريخ لتصدي الأجيال. وذكر المواطنين بضرورة الاستعداد لتنفيذ برامج الإعمار بالاستفادة من أجواء السلام القائمة والسير على خطى 23 من مارس. هذا وقد شهد الاحتفال تقديم مناشط ثقافية وفنية تعكس عظمة المناسبة. نظمت مدارس مديرية صنعاء في أسبوع الطلاب الثقافي والرياضي تحت شعار فلنضمن زيادة معارف ومهارات وقدرات المواطنين عبر التعليم في الفترة من 21 وحتى 23 من مارس الجاري. شارك في فعاليات الأسبوع الثقافي والرياضي حوالي 2000 طالب و80 معلم من 42 مدرسة في المنافسات التي شملت الأنشطة الثقافية والرياضية والاختراع والابتكار، بالإضافة إلى الرسم ومسابقات المعلومات العامة. وأوضح مسؤول وحدة الرياضة والثقافة والصحة بالمديرية الأستاذ عبد التخلية في كلمته أن الطلاب يحتاجون إلى مثل هذه الفعاليات للتعرف على قدراتهم وميولهم خارج التعليم النظامي، ومن ثم تنمية مهارات إضافية في حياتهم واكتساب الخبرات بصورة عملية. وأضاف مسؤول المدارس بالمديرية الأستاذ عمر الدين محمد أن الهدف من هذه الفعاليات هو تنمية الإنتاجية لدى الطلاب وتحفيزهم للحفاظ على الهوية والقيم، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة تعزز العمل الجماعي والتضافر بين الطلاب. وأشاد مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر بالحس التنافسي الذي شهدته الفعاليات بفضل كفاءة المدارس، وحث الجهات الحكومية المعنية والمجتمع على قدرات الطلاب. وناشد المشاركون بضرورة تطوير هذه البرامج كما ونوعا في المستقبل، نظرا إلى دورها الكبير في تطوير وصقل قدرات الشباب والطلاب. عقد اجتماع بمدينة كرم في 22 من مارس لتأسيس تنظيم المعلمين الشباب ومناقشة البرامج المستقبلية. وقال مسؤول متابعة تنظيمات الشباب العامل في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد مرهاوي زرآي أن الهدف من ذلك هو تعزيز المبادرات الطوعية للمعلمين الشباب وزيادة إنتاجية المعلمين الشباب فرديا وجماعيا.
والتعرف على الشباب القادرين على القيادة في هذه العملية. وأكد أن تنظيم المعلمين الشباب هو استمرار لبرامج التعبئة والتوعية المستمرة في الشباب العامل، مضيفا أن وجود منظمة قوية للمعلمين الشباب ستساهم في تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى المهنة. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية كرن الأستاذ يوسف عقبة سلاسة أن المعلم هو أساس الطالب الناجح، داعيا المعلمين إلى العمل بتفان وإخلاص. ودعا مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد صالح إبراهيم دعا المعلمين الشباب إلى التأطير بقوة وتعزيز دورهم ومشاركتهم. هذا ويوجد أكثر من 1000 معلم شاب من بينهم 652 معلمة في إقليم عنسبة ينضوون في تنظيم المعلمين الشباب. كرمت مدرسة سعادة كريستيان الثانوية في مديرية بريخ يوم 23 من مارس 35 طالبا من منتسبي الدفعة السادسة والثلاثين للخدمة الوطنية والذين حصلوا على درجات عالية في امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024. وهنأ مدير المدرسة الأستاذ سامي الزرعوم الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم مذكرا الطلاب بالسعي من أجل المستقبل، وموصيا أولياء الأمور بأن لا يكلوا عن تشجيع أبنائهم. وحث مسؤول التعليم المديرية الأستاذ فساهي سقاي ومدير مديرية قال نفحي السيد تسفو في السادسيون الطلاب على العمل بمسؤولية كبيرة وراء الحفاظ على النتائج الممتازة والتقدم للوصول إلى مستويات تعليمية أعلى. وقال مسؤول المدارس الثانوية بفرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوحنا سلمون أن الجوائز هي استمرار للتشجيع المقدم للطلاب، وحث أولياء الأمور على مواصلة مشاركتهم في صيانة البنية التحتية بالمدارس والتي تعتبر أساس العملية التعليمية والتعلم. وفي غضون ذلك تمت الإشادة بالأنشطة التنموية للكوادر بمدينة عبد القيح والتي تتمثل في تجهيز الحفر وغرس الأشجار، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على أنشطة النفير الجماعية التنموية. جاء هذا في اللقاء الذي عقده مسؤولو فروع الوزارات بالإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى منسقو مجموعات موظفو المؤسسات الحكومية في 21 من مارس الجاري. قيمت جمعية مربي النحل في ابن حيلي أنشطة العام الماضي في اجتماع عقدته في 21 من مارس. وقال رئيس الجمعية السيد قداي حيلي في التقرير الذي قدمه أن غزارة أمطار الخريف الفائت خلقت الفرص الملائمة لتربية النحل، وأوضح تحقيق نتائج جيدة من العمل الذي قام به بالتفاهم مع خبراء الزراعة، مشيرا إلى أن نقص المناحل والمبيدات التي يرشها أصحاب البساتين من التحديات الرئيسية. وطالب الاجتماع بضرورة خلق الأرضية لإنتاج أعضاء الجمعية أسراب النحل بأنفسهم بدلا من شرائها وتنظيم دورات تدريبية لصناعة المناحل. ودعا ممثل وزارة الزراعة في المديرية سيد بنيام عند برهان دعا مربو النحل بضرورة إدخال وسائل التربية الحديثة لوفرة إنتاجها. استشهد المناضل سبحة تخلي بالسراد في 11 من مارس في أسمرة عن عمر ناهز 74 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل سبحات بصفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1972 وخدم في الجيش وفي مختلف أقسام الحزب. بعد الاستقلال التحق بالحكومة المؤقتة لدولة إريتريا في أكتوبر من عام 1991 وخدم في مناصب مختلفة بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية. أشهد المناضل سبحة تخلي رب أسرة وأب ل5 أبناء، ووري جثمانه الثرى في 13 من مارس الجاري في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل سبحة تخلي بالسرات وتعزي زويه ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت وزارة الخارجية الصينية معارضتها الشديدة لخطوة الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا برسوم جمركية على تعاملاتها التجارية معها. وصرح المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون في مؤتمر صحفي دوري عقد في بكين بأنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وإلقاء العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية المفروضة على فنزويلا. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة. بينما مددت إدارته الموعد النهائي لشركة شيفرون الأمريكية لتقليص عملياتها في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وتخفف سياسة ترامب الجديدة بعض الضغوط على شيفرون للخروج سريعا من فنزويلا بعد أن منحتها وزارة الخزانة الأمريكية في 4 مارس 30 يوما لتخليص عملياتها. بدأ الجيشان الأمريكي والفلبيني مناورات بمشاركة 5000 جندي حسب ما أعلنت مانيلا قبل أيام على زيارة يجريها وزير الدفاع بيت هيكسيث بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتأتي التدريبات التي تستمر أسابيع وتسبق مناورات بالي أكاتان الأوسع نطاقا والتي ستشمل الشهر القادم القوات الجوية والبحرية للبلدين في ظل تصاعد التوتر مع الصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وسيركز الجيشان على تحسين العمليات المشتركة في جميع المجالات وتعزيز القدرات القتالية وإظهار التزام ثنائي قوي بحماية سلامة أراضي الفلبين وفق بيان للجيش. عززت مانيلا وواشنطن الحليفتان التاريخيتان تعاونهما الدفاعي منذ تولي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس منصبه عام 2022 وبدأ تصديه لمطالبة بكين بمعظم بحر الصين الجنوبي. وفي العام 2023 وقع البلدان اتفاقية لتوسيع نطاق وصول الولايات المتحدة إلى 4 قواعد عسكرية إضافية ليصل العدد الإجمالي إلى 9 قواعد في أنحاء الفلبين. نددت كوريا الشمالية بالمناورات البحرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محذرة من ردود ساحقة وحاسمة على أي استفزازات من الدول المعادية. وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا حول المناورات البحرية الثلاثية التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية بكوريا الجنوبية بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب. وتعد هذه التدريبات الأولى من نوعها هذا العام والأولى منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير. وقد شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية USS كارل فينسون بهدف تعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن هذه المناورات تسهم في تصعيد التوترات السياسية والعسكرية الإقليمية إلى أقصى حد، مشيرة إلى أنها تزامنت مع التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة درع الحرية. في الخبر الأخير انتقد رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدي زيارة كل من زوجة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومستشار الأمن القومي مايك والتز إلى جرينلاند، ووصف الخطوة بأنها عدوانية للغاية إذ أنها تأتي عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة. وقد أدلى إيجيدي بهذه التصريحات قضاة إعلان البيت الأبيض بأن أوشا فانس زوجة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ستسافر إلى جرينلاند في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع أحد أبنائهما لمشاهدة سباق وطني لتزلج الكلاب. وكانت العلاقات الأمريكية مع جرينلاند قد شهدت توترا هذا العام بعدما وعد الزعيم الجمهوري بالسيطرة على الجزيرة بطريقة أو بأخرى لاعتبارات الأمن القومي الأمريكي حسب ما ادعى. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حاكمة في شمال البحر الأحمر تلتقي سكان بقلة واندلال والهواء. الاحتفال بالذكرى 48 لتحرير مدينة الصمود نخفة. مدارس صنعاء تنظم أسبوع الثقافة والرياضة. الصين تعارض فرض رسوم جمركية جديدة على فنزويلا. انطلاق مناورات عسكرية مشتركة أمريكية فلبينية. بيونغ يانغ تحذر من رد ساحق بعد مناورات سيول وواشنطن وطوكيو البحرية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.